ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أضع بين يديكم تطبيق المصحف الذهبي. حقيقة هذا التطبيق ما يجي عام رمضاني إلا وأقوم بنشر مقطع تعريفي عنه، لأن حقيقة ما شاء الله يستاهل، وبإذن الله أنتم شركاء معي في نشره. أول ميزة في هذا التطبيق أنك تستطيع تختار المصحف طبعة الملك فهد القديمة وطبعة الملك فهد الجديدة. الميزة الثانية البساطة والسهولة. خلوني أوريكم تجربة سريعة. الآن حطيت علامة على الآية، عندك مجموعة من الخيارات. الاستماع، تستطيع تستمع لهذه الآية، تستطيع تكرر هذه الآية، تستطيع تختار مجموعة كبيرة من القراء. من المميزات الأخرى، إذا اخترنا الآية وقلنا نريد جذر الكلمة أو المعجم، أعطيك الجذر، تقدر تختار تفسير، والتفسير فيه قائمة كبيرة جدا من الخيارات. ثم كذلك إذا اخترت التفسير على سبيل المثال، يظهر لك مثال أسباب النزول، يعطيك أسباب النزول لهذه الآية، معاني الكلمات لهذه الآية، البلاغة إذا أردت تريدها عن هذه الآية، الصرف، الإعراب، موضوع الآيات عن هذه الآية، الترجمة لهذه الآية. فيه موجود مجموعة كبيرة من اللغات داخل هذا التطبيق. من المميزات الجميلة في هذا التطبيق عند مشاركة نص قرآني، لاحظوا معي، سيعطيك إياه بطريقة يعني شبيهة للرسم العثماني. لاحظوا نص الآية أعطاني إياها بالحركات وشبيهة للرسم العثماني. من المميزات في هذا التطبيق خيار البحث. لاحظوا معي الآن لو استطيع أبحث عن الموضوعات، لو كتبت أريد مواضيع عن التوبة سيعطيك آيات تتكلم عن التوبة. من المميزات في هذا البرنامج كذلك لو ذهبنا إلى القائمة فوق في الأعلى، لاحظوا معي الآن أظهر لي مجموعة من الخيارات، 40 نووية، الأذكار، في ميزات كثيرة. لو ذهبنا تحت إلى الأسفل، مصحف التلاوة، لاحظوا معي عند إضافة المصحف عندك مصحف حفص بطبعة الملك فهد الجديدة والقديمة، وعندك مصحف برواية ورش وبرواية قالون. حقيقة تطبيق بحر ومليان معلومات وجميل. أنصح بتحميله ونشره، لأن حقيقة